كأس العالم بالنسبة للملايين هو أكبر عرس كروي فوق الأرض. 90 دقيقة كتخلي الشعوب تنسى الهموم ديالها، ملاعب عامرة، الأعلام مرفوعة والأغاني الوطنية كتعلى. ولكن واش عمرك سولتي راسك شنو كيوقع خارج أسوار الملعب؟ واش كرة القدم غير لعبة ولا ولات سلاح سياسي يستعملوه الأنظمة باش يلمعوا صورتهم قدام العالم ويغطيو على أزمات ما بغاو حتى حد يشوفها؟ في هذه الحلقة غادي نسافروا بين الماضي والحاضر وغادي نرجعوا للأرجنتين، وبالضبط في الدورة ديال 1978 في العالم كامل كان كيشجع ويتفرج في كأس العالم، بينما على بعد أمتار قليلة من الملعب كان مركز سري للتعذيب والناس كيطاردوا الأبشع الانتهاكات. وغادي نشوفوا كيفاش بطولة رياضية وحدة بقات حتى اليوم محاطة بشبهات سياسية كبيرة، وكيفاش الملاعب قدرت تولي وسيلة لتغيير صورة نظام كامل قدام العالم. ومن بعد غادي نمشيو لمونديال 2026 ونكتشفوا كيفاش حتى اليوم السياسة ما خرجتش من كرة القدم، وكيفاش النفوذ والضغوط والمصالح الكبرى مازالوا كيلعبوا الدور ديالهم بعيد على أعين الجماهير. هاد الفيديو ماشي ضد كرة القدم ولا ضد الفرحة، ولكن هو محاولة باش نفهموا شنو كاين وراء الكواليس، حيت مرات كتكون أخطر مباراة ما كتكونش فوق العشب الأخضر، ولكن كتكون في الغرف المغلقة بين السياسة والمال والسلطة. إذن شد النفس ديالك، حيت من دابا غادي نبداو نكتشفوا الجانب اللي قليل كيتطرق ليه. والسلام عليكم متتبعين قناة قصص مولاة النقاب. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم بأحسن الأحوال، ونبداو الأحداث ديالنا. اليوم ملي كيقرب كاس العالم ملايين الناس كيحلموا يحضروا الماتشات مباشرة في المدرجات، ولكن بالنسبة لعدد كبير من المشجعين خصوصا من الدول العربية أو الدول النامية الرحلة ما كتبداش من الملعب، كتبدا من السفارة، طوابير طويلة، أوراق، مقابلات وتحقيقات، وفي أي لحظة ممكن يترفض الطلب بلا تفسير واضح. وحتى اللي كينجح ويوصل للدولة المستضيفة ما كيكونش ديما مرتاح. في المطارات كاينين اللي كيطاردوا استجوابات مطولة أو تفتيش دقيق، وأحيانا حتى بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقف سياسية معروفة. هذا الشيء خلق نقاش كبير حول سؤال مهم: واش الرياضة فعلا كتجمع الشعوب ولا حتى هي ولات خاضعة للحسابات السياسية؟ والأمر مبقاش كيتخلق غير بالجماهير، حتى بعض الرياضيين والمسؤولين لقاو راسهم وسط قرارات مثيرة للجدل، خلات بزاف ديال الناس كيتسائلوا فين كيسالي القرار الأمني وفين كتبدا السياسة. الخطاب الرسمي ديما كيقول أن الرياضة مستقلة عن السياسة، ولكن الواقع مرات كيعطينا صورة مختلفة. والسؤال اللي كيطرح راسو هو: إلا كانت السياسة كتدخل حتى للملاعب، واش هادشي جديد؟ الجواب أكيد لا. وباش نفهموا الحاضر خاصنا نرجع حوالي 50 عام اللور، الدولة كانت غارقة في الخوف، ولكن العالم كامل كان منشغل غير بكرة القدم. الأرجنتين، وبالضبط سنة 1978. باش نفهموا علاش هذا المونديال بالضبط بقى واحد من أكثر النسخ إثارة للجدل، خاصنا نرجعوا لعامين قبل البطولة. سنة 1976 بالضبط عرفات الأرجنتين انقلاب عسكري، قادوا الجنرال خورخي رافائيل فيديلا اللي استولى على الحكم وعطاو وعود بإعادة الأمن والاستقرار. لكن اللي وقع من بعد كان مختلف تماما. بدأت مرحلة سماها تاريخ الحرب القذرة، فترة اختفى فيها آلاف المواطنين بعد اعتقالهم من طرف أجهزة الدولة، وكتشير تقديرات مؤسسات حقوقية ولجان تحقيق لأن عدد المختفين قسريا وصل ما بين 15,000 و 30,000 شخص: طلاب، صحفيين، أساتذة جامعيين، ونشطاء سياسيين، يعني الطبقة المثقفة من الشعب. كان كيكفي أن السلطات تشتبه في معارضتك باش تخفيك بلا أثر. وتوثقات شهادات ومحاكمات لاحقا أن عدد كبير من المعتقلين تعرضوا للتعذيب، بينما الآخرين تصفوا في عمليات تعرفت من بعد باسم مرحلات الموت، وهي عمليات لقاو فيها بزاف ديال المعتقلين من فوق الطائرات مباشرة للبحر. لكن بين ما كانت الأرجنتين كتعيش هاد الأجواء، كان العالم كيستعد لحدث كبير أكيد عرفتوه: كأس العالم.
ورغم الانتقادات الدولية ما تستحباش استضافة العرس الكروي من الأرجنتين، لأن حق التنظيم كانت منح لها منذ سنة 1966 قبل وصول المجلس العسكري للحكم. وهنا بدأت السلطة كتشاف في البطولة فرصة أنها لا تعوض، ما كيتقصرش فقط على تنظيم حدث رياضي، بل تقديم صورة جديدة للعالم، صورة بلد كيحتفل ويغني وكيعيش أجواء الفرحة، بينما كانت قصة أخرى بعيدة عن عدسة التلفزيون. أشهر ملاعب البطولة ملعب المونومونيتال في العاصمة بوينوس آيروس، كان كيبعد مسافة قصيرة فقط على مدرسة الميكانيكا البحرية إسما، اللي تم استخدامها كمركز احتجاز وتأديب سري خلال فترة الحكم العسكري. المشهد كان صادم، داخل الملعب عشرات الآلاف كيهتفوا من بعد كل هدف، وخارج منه كانوا المعتقلين كيعيشوا ظروف قاسية ما كيعرفهاش معظم سكان العالم. وفي الوقت اللي كانت فيه القنوات العالمية كتنقل الاحتفالات والألعاب النارية، كانت مجموعة من النساء كتلتجئ لشوارع العاصمة كل نهار، هازين صور أبنائهم اللي مختفين ولابسين مناديل بيضا فوق ريوسهم، ومن بعد عرفهم العالم باسم أمهات ساحة مايو. ما كانش مطلبهم سياسي، كان سؤال واحد فقط: فين ولادنا؟ لكن أصوات الملاعب كانت أعلى من أصواتهم، والعالم كان منشغل بكأس العالم. وصلت البطولة لمراحل الحاسمة، وكان الصراع كبير بين الأرجنتين والبرازيل على بطاقة التأهل للمباراة النهائية. البرازيل سالت جميع الماتشات ديالها وبقات كتسنى نتيجة آخر مقابلة ديال الأرجنتين ضد منتخب البيرو. الحسابات كانت واضحة: الأرجنتين خاصها تربح بفارق 4 أهداف على الأقل باش تأهل للنهائي، مهمة صعيبة حيث منتخب البيرو في داك الوقت ما كانش منتخب سهل. ولكن اللي وقع في داك الليل خلى النقاش مستمر حتى ليومنا الحالي. من الساعات اللي سبقت المباراة بدات كتخرج أخبار على لقاءات بين مسؤولين من النظام العسكري الأرجنتيني ومسؤولين بيروفيين، وبانوا تقارير وشهادات لاحقة عن احتمال وجود اتفاقيات سياسية واقتصادية بين البلدين، من بينها شحنات القمح وتسهيلات مالية ومفاوضات دبلوماسية. بل كاينين روايات كتقول أن الجنرال فيديلا دخل بنفسه لغرفة ملابس لاعبي البيرو قبل بداية المباراة. ولكن خاصنا نكونوا واضحين: هذه الادعاءات بقات محل جدل تاريخي، وما كاينش حكم قضائي نهائي كيأكد بشكل قاطع أن المباراة كانت مدبرة. صافرة البداية تعطات وبدات المفاجأة: هدف ثم الثاني ثم الثالث، والبيرو اللي كان معروف تنظيمه بأنه عاجز بشكل غريب. ومع نهاية اللقاء النتيجة كانت ثقيلة: 6 أهداف مقابل 0. الجماهير الأرجنتينية دخلت في حالة هستيرية من الفرحة، أما العالم فبدا كيسول: واش هاد النتيجة طبيعية ولا كاينة شي حاجة ما تشافتش؟ حتى اللاعبين وصحفيين ومحللين عبر السنين طرحوا أسئلة كثيرة حول هذه المباراة، لكن الحقيقة الكاملة بقات مدفونة وسط السياسة والمصالح والوثائق اللي مازال جزء كبير منها مخرجش للعلن.